أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان من الفضائيات الإرثية. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 4 مواطن بفيروس كورونا اليوم. دعوة لتعزيز دور المجتمع بهدف توسيع وتطوير الخدمات الصحية. الإريتريون في دول الإسكندنافية يتبرعون لبرامج التصدي. القمة الأوروبية الإفريقية السادسة تتواصل في بروكسل. فرنسا وشركاؤها الأوروبيون يعلنون انسحابهم العسكري من مالي. وجريح إثر حريق على متن عبارة قبالة سواحل اليونان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في إقليمي الجاشبركة وشمال البحر الأحمر أظهرت إصابة 4 مواطن بفيروس كورونا، وهم 2 من مركز الفحص في مدينة بارونتو إقليم الجاشبركة، وأيضا 2 من مركز العزل في مدينة نعفة إقليم شمال البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 4 مريض كورونا كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9687، شفي منهم 9554 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال 30 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 19 من فبراير 2022. دعا مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة في الاجتماع الذي عقده في 15 من فبراير الجاري بحاضرة الإقليم مدينة كرن، دعا المجتمع والشركاء لتعزيز دورهم في إطار الجهود الجارية لتوسيع خدمات الصحة وتطويرها نوعيا. وقال مسؤول المكتب في الإقليم الدكتور كسة برهان سلمون في الاجتماع الذي حضره وزيرة الصحة آمينة نور حسين وحاكم الإقليم السفير عبد الله موسى إن الاستثمار الجاري في البنى التحتية الصحية والمعدات وكذلك في القدرات المهنية الصحية لتأمين صحة المجتمع يحقق نتائج جيدة على أرض الواقع. وأوضح التقييم بأن عنابر انتظار الحوامل المشيدة في المؤسسات الصحية عن طريق مساهمات أهلية ظلت تحقق نتائج عالية في تأمين صحة الأم والجنين، فيما تجري جهود جادة لانخفاض الوفيات أثناء الحمل والولادة. وأشار التقييم إلى أن الفحوصات التي أجريت على 20,000 مواطن فوق 40 عاما في إطار المساعي الحثيثة الجارية للسيطرة على الأمراض غير المعدية والسكري وكذلك ضغط الدم أظهرت إصابة 4.3% بضغط الدم. ولا زالت تنظم ندوات صحية تدعو المواطنين فوق 40 عاما إلى ممارسة النشاطات الرياضية ومتابعة صحية بانتظام، وعلى المجتمع التعامل بجدية بتناول الأطعمة المناسبة. وذكر أن أغلب المؤسسات تقوم ببذل جهود جبارة للتعرف على المضاعفات الجانبية للأدوية، حيث نشر خلال 2021 أكثر من 834 تقريرا، وقد ارتفع العدد مقارنة بالعام 2020 بأكثر من 300. وأشاد حاكم الإقليم سعادة السفير عبد الله موسى بالعمل المخلص والوفي الذي يبذله المهنيون وخاصة الشباب لاستدامة الجهود الجارية في المجال الصحي، مناشدا الإدارات والجهات الحكومية الأخرى للعمل المنسق. من جهتها قالت وزيرة الصحة آمينة نور حسين أن المهام الإيجابية الجارية للسيطرة على الأمراض تدفع للعمل بقوة، معبرة عن ثقتها الكبيرة لتكرار جهود إنجاح أهداف الألفية في تحقيق أهداف التطور المستدام. أعلن مكتب التعليم في مديريتي سجنيتي ودبار والعمل لحل القصور في العملية التعليمية ورفع كفاءة الطلاب. وأوضح مسؤول التعليم في سجنيتي الأستاذ تسفى ألم أبرهة في الاجتماع أن نسبة النجاح في الامتحانات نصف السنوية بلغت 91.4%،
من جانبه أوضح مسؤول المدارس الثانوية في مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ جابر ميكائيل أبو ميكائيل أن التقارير المقدمة من جميع المدارس تبين كفاءة الطلاب، داعيا الدفع لمساعدة الطلاب الضعفاء خاصة المشاركين في الامتحانات الوطنية للصفين الثامن والحادي عشر. وفي اجتماع مماثل عقد في دباروا أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ أغبي ملس بأن نسبة النجاح النصف السنوية بلغت 90.2%. وذكر مسؤول مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيداني أن على المدارس بعد حل نقص المعلمين العمل بالتعاون مع أولياء الأمور والشركاء لتطوير التعليم. ودعا مدير مديرية دباروا سيد فرونجيل تخلا هيمانوت مساهمة الجميع لتقوية التعليم. تبرع الإرثيون المقيمون في الدول الإسكندنافية بأكثر من 2,225,000 كرونر سويدي لإنجاح برامج التصدي. وتبرع الإرثيون في السويد ب1,500,000 كرونر، والنرويج ب530,000 كرونر، والدنمارك 2,600 كرونر. وتعهد المواطنون مجددا بتقوية التنظيم والوحدة وتنفيذ الواجب والمسؤولية الوطنية التي تتطلبها المرحلة. وشكرت لجنة التعبئة في الدول الإسكندنافية للتبرعات، منادية مواصلة العمل التعبوي في كل المناطق. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. اختتم قادة الدول الأوروبية والإفريقية في بروكسل أعمال القمة المشتركة السادسة التي ناقشت على مدى يومين زيادة الاستثمارات في القارة الإفريقية وملتقى التغير المناخي ومكافحة الوباء. وأعلن المجتمعون عن البدء في إنتاج لقاحات كورونا في مصانع 6 دول إفريقية، بالإضافة إلى التعاون الأمني بين القارتين ودعم أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص. وخلال اليومين اللذين احتضنتا القمة أطلقت الدول الأعضاء 27 في الاتحاد استراتيجيتها العالمية للاستثمارات، والتي لا تقل عن 150 مليار يورو على 7 سنوات للمساعدة في المشاريع التي يريدها الأفارقة، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية للنقل والشبكات الرقمية والطاقة بحسب الإعلان النهائي للقاء. بعد أشهر من توتر علاقات بلاده مع باماكو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميا عن الانسحاب العسكري لباريس وشركائها الأوروبيين من مالي، مؤكدا مواصلة الالتزام لدى دول منطقة الساحل وخليج غينيا. وقالت باريس وشركاؤها في بيان مشترك: نظرا للعقبات المتعددة التي تضعها السلطات الانتقالية المالية، ترى كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان الفرنسية وداخل مجموعة تاكوبا الخاصة أن الشروط لم تعد متوفرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مكافحة الإرهاب في مالي، وقررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية المخصصة لهذه العملية. وينتشر نحو 25,000 عسكري في منطقة الساحل حاليا، بينهم نحو 4,300 فرنسي في مالي في إطار عملية برخان حسب الإليزيا. قال خفر السواحل اليوناني أن 11 راكبا فقدوا بعد أن أتى حريق على عبارة كانت تبحر من اليونان إلى إيطاليا، بينما تجري السلطات عملية لمحاولة إنقاذ الشخصين المحاصرين في مرأب العبارة. وكان على متن العبارة بروفيري أولمبيبا التي ترفع علم إيطاليا 239 راكبا و51 أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق. ونقلت قوارب إنقاذ معظمهم إلى جزيرة كورفو، حيث كانت سيارات إسعاف في الانتظار.
وقالت السلطات اليونانية إن التحقيق لا يزال مستمرا لمعرفة سبب الحريق. افتتحت باريس أول رادار يرصد الضوضاء في إطار خطة لفرض غرامات الدراجات النارية والمركبات التي تصدر أصواتا صاخبة في واحدة من أشد مدن أوروبا ضجيجا. وفي مكان مرتفع على عمود إنارة بشارع في المنطقة 20 في شرق باريس، قامت المدينة بتركيب أول رادار للضوضاء يستطيع قياس مستوى الضوضاء الصادر عن المركبات المتحركة وتحديد بيانات لوحتها. وفي الأشهر القليلة المقبلة ستختبر المدينة ما إذا كان بإمكان الرادار أن يحدد بشكل لا لبس فيه لوحات ترخيص الدراجات النارية أو السيارات التي تصدر أصواتها مزعجة. بعد ذلك سيتعين الموافقة عليه رسميا من قبل السلطات بحلول نهاية 2022. لن يتم فرض غرامات في الوقت الحالي، لكن باريس تعتزم بدء تطبيق الغرامة اعتبارا من أوائل 2023، في الوقت الذي تنشر فيه الحكومة المزيد من رادارات رصد الضوضاء في مدن فرنسية أخرى. ختام النشرة إليكم أبرز العناوين. إصابة 4 مواطن بفيروس كورونا اليوم. دعوة لتعزيز دور المجتمع بهدف توسيع وتطوير الخدمات الصحية. الإريتريون في الدول الإسكندنافية يتبرعون لبرامج التصدي. القمة الأوروبية الإفريقية السادسة تتواصل في بروكسل. فرنسا وشركاؤها الأوروبيون يعلنون انسحابهم العسكري من مالي. وجريح إثر حريق على متن عبارة قبالة سواحل اليونان. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.